السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطفيلات شحالكم؟ نتمنى ان شاء الله تعودوا كاملات بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم اللي نشارك معكم ماسك ديال الورد صراحة زوين عن تجربتي. ان شاء الله ندوزو للمكونات. عندي الورد غني عن التعريف. هنا راني طحنته في الماكينه، غنضيف عليه الحليب والعسل. بالنسبه لطفيله العسل، هذا العسل ديال الليمون انا مجربته، هو اللي كندير صراحه لبشرتي، ما كيدير احمرار للبشره. كيصلح لجميع انواع البشره سواء مختلطه ولا جافه، ولا ما كيديرش حساسيه نهائيا، يعني شي احمرار ولا شي ما عندوش شي تاثير. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال الحليب حتى ل3. غنضيف عليهم راس معلقه ديال العسل. غادي نخلط هاد المكونات بجوج، خلطهم مزيان. من بعد غتزيد عليهم 2 معالق ديال الورد. وهنا غادي نخلط الماسك ديالي شوي بشوي وعيني ميزانيه، يعني غادي نشوف الماسك الا احتاجيت له الحليب غادي نبقى نضيف شوي بشوي. هو في الاول فاش تشوفوا الطفله تقولوا راه ما غيجتمع، ولكن غير مع التحراك وبقى يضيفي الحليب، يعني عينك ميزانك. من بعد راه غادي يشرب هذاك الورد الحليب. هاون الطفيلات انا بان لي خاصو الحليب وضفت ليه الحليب. بالنسبه للماسك راه ضروري خاصك تكوني دايره كوماج لوجهك، يعني تكوني محضره لهذا الماسك، تكون بشره نظيفه ما فيها لا فوندوتان ولا شيء، باش يلاه تستافدي من الفوائد ديال الورد. بالنسبه للماسكات الطفيلات الطبيعيه راه اكيد ما غاديش تلقاي عليها نتيجه من النهار الاول، مستحيل كاع. هذه في حاله وحده الا كانت بشرتك ما كتعاني من مشاكل، يعني ما فيها تصبغات ولا حروق شمس ولا اثار حبوب مثلا، يعني خاصك تداومي عليها. كاع الحاجات الطبيعيه خاصك تعطيها وقتها وتداومي عليها. وهون الطفيلات عقبت مرقت انا وعائلتي وبناتي، مشينا لشارع فرنسا، عمرنا فيها تاي وبدلنا شويه روتين الدار. نخليكم على فيديو حتى الاخير.